هلا والله يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. بما انكم في الحلقه اللي فاتت طلبتوا مننا الجزء الجديد، فاحنا ما حبيناش نتاخر عليكم وهنلخص لكم النهارده لحد اخر فصل نزل من الحكايه كلها. فيا ريت تقدروا مجهودنا وتعبنا ده وتنزلوا تفجروا زرار اللايك وتدعسوا الاشتراك في القناه، واهم حاجه بقى ما تنساش تصلي معايا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وسريعا كده، في الجزء اللي فات احنا كنا شفنا بطلنا كيم الشاب العشريناتي اللي ضيع من عمره اكتر من 10000 ساعه على لعبه، ولكن فجاه بتخبطه عربيه، ولما كيم بيفوق بيلاقي نفسه شخصية في قلب لعبة ولازم ينجو بحياته. بس بطلنا بما انه ضيع عمره على نفس اللعبة دي فهو بيكون عارف كل اسرارها وخفاياها. ففكر معايا كده، لو انت اللي كنت مكانه كنت هتقدر تعيش وسط التحديات والمخاطر دي كلها ولا ايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه النهارده، ويلا بينا نكمل. بنشوف بطلنا كيم اللي النظام بيقول له انه اكتسب مهارة التحول للمحارب كيم. في اللحظة دي قائد الفريق الغزال ما بيكونش مصدق نفسه وبيقول هو انا بحلم ولا ايه يا جدعان؟ بالله عليكم حد يخرجني من هنا. لكن واثناء ما كيم بيكون لسه هيقضي عليه، كيم بيرجع تاني لطبيعته البشريه، وبطلنا كيم بيقع على الارض وبيقول انا فزت، قدرت ان انا افوز رغم المعاناه دي كلها. بعدها بنكتشف النظام ان قوه محاربه الفساد هي كانت خط الدفاع الاخير، وان لو كان عندك عضلات متحوله او شكل متحول وحذفت القوه دي فبالتالي هتبدا عمليه تحولك للمحارب كيم الاسطوري. لكن باقي الاشخاص اللي في اللعبه بيقولوا ان انت لما تتحول لشكل المحارب ما ينفعش ترجع لشكلك الطبيعي مره تانيه. بس عمنا كيم بيقول ان هو كان عارف انه هيقدر يرجع تاني بسهوله لشكله الطبيعي، وكل اللي كان محتاجه هو التعديل على القوه الخاصه دي، وكمان طول ما هو قادر يتحكم بمشاعره وافكاره هيقدر يسيطر على القوه دي، وبالتالي هينجح ان هو يبدلها بقوه المحارب كيم. بنشوف كيم اللي بيقول ان هو مش عاوز يمر بنفس التجربه دي مره تانيه، وده لانه مش حاسس باي عظمه من عظام جسمه وحتى عضلاته اتمزقت. لكنه فجاه بيلاقي نواه من المانا وبيفتكر انه لقاها لما كان وحش، والنواه دي بقى من المستوى 1 اف. كيم بيقول تصدق ان الحوار يستاهل كل التعب ده؟ اهي دي المكافآت ولا بلاش. وفي ظل ما كيم قاعد بيرقص زي الاطفال، وده لانه لقى النواه دي، وان بالنسبه له عمل التنظيف ده مربح جدا. بيقطعوا الغزال وباقي المجموعه وبيسالوه يا ابني انت كويس ولا ايه اللي حصل لك؟ ده انت كنت وحش مرعب من 10 دقايق. فكيم بيقول اوبا شكلها كده هتقلب عليا ولا ايه؟ وده لانه لازم ما يسيبش اي شيء غريب وراه او اي حاجه تثير الشك فيه. فبيضطر يقول لهم ان هو كان مراهن انه هيقدر يكسر السحر ده ويرجع مره تانية، ولكن كل اللي حصل ده كان مجرد حظ مش اكتر. واخيرا الحظ لعب معاه. بس الغزال بيقول له يا عم حظ ايه وبتاع ايه؟ ده انت كنت اسطوري، ده انت ولا رونالدو في شبابه. كيم بيقطعه وبيقول له خد دي وخليها معاك، وبيديله عدد كبير من انويه المانا ولكنها بتكون من المستوى 0. بس الغزال بيكون مصدوم من العدد ده وبيساله اطلعوا كام دول يا ده كيم؟ لكن كيم بيقول له ما تهتمش، المهم دلوقتي يلا نمشي من هنا لان انا تعبان ومحتاج اشم شويه هوا. وكيم بيفكر مع نفسه وبيقول له انه طالما انقذ حياتهم وكمان اداهم انويه المانا اكيد هيحفظوا اسراره ومش هيفشوا سره. بس الغزال بيكون لسه شاكك في كيم ومش مرتاح له. وبعدها بنرجع للمقر مره تانية، وهناك بنشوف الزعيم اللي بيقول لكيم انا سمعت انك مريت بظروف صعبه وفظيعه جدا. كيم بيعرفوا انها ما كانتش صعبه ولا حاجه ولكنه كان مجرد عمل شاق، وكيم بيكون مستغرب ان الزعيم بيعامله كويس وباحترام على عكس العاده. والزعيم بيقول له مش المفروض برضه انك تقول لنا ان عندك قوه خارقه؟ واكيد لو قلت لنا احنا كنا نوفر لك عمل مناسب ليك طبعا بدل عمل التنظيف الغبي ده. كيم بيقول واضح انهم فضحوني والمعلم ده مفكرني اني خارق. في اللحظه دي كيم بيوضح لنا ان في اركان سيول الشخص الخارق عنده القدره لامتلاك مانا قويه، وفي عالم زي ده بتكون فيه القوه هي السلطه، فالاشخاص الخارقين بيكونوا ابطال ونبلاء. واكيد بسبب هزيمه الوحش ده واني اتحولت فالزعيم فكرني خارق، وده شيء شبه منطقي. وبما ان بطلنا في منتهى النرجسيه فهو بيقول انا طبعا كنت قادر اكسب الوحش ده من غير ما اتحول، لكن محدش بيقول للمصلحه لا. المهم الزعيم بيقول له المفروض انها تدفع لك حساب التنظيف. كيم بيقول له حلو الكلام ده، انا هخليه يصدق ان انا قوي بطل خارق في العالم. الزعيم بيكمل كلامه بيقول له انت نظفت 5 مناطق باجمالي 50 مليون ون. 50 مليون ايه؟ حلوه الشغلانه دي، ما تشغلوني معاكم طيب. المهم الزعيم بيكمل ان نسبتهم 20%، ولو قسمنا الفلوس على باقي مجموعتك فنصيبك هيكون 5 ملايين. وبيقول له المره دي انا هاخد منك 5% بس، وغير اننا هنصرف لك مكافاه زياده، وبالتالي حصتك هتكون 50 مليون عشان احنا عايزينك تكمل معانا. الواد كيم جناحاته بترفرف من الفرحه وثانيتين كمان وهيطير. طبعا ما الراجل لسه قابض 12 مليون دلوقتي. كيم بيقول مفيش حاجه اجمل من انك تكون شخص خارق، بس الشيء اللي بيشغل تفكيره هو هيصرف الفلوس دي في ايه بالظبط. ولما بيخرج من عند الزعيم بيقابل شخص من الفريق اللي كان شغال معاه، والواد ده بيقول له اهلا، واضح انك كنت سعيد جدا النهارده يا عم كيم، شكلك خدت مكافاه ولا ايه؟ كيم بيقول له ايوه يا عم الحشري، احنا خلصنا مهمات كتير في وقت قليل جدا علشان كده خدت مكافاه كبيره. الواد بيقول له بصراحه يا عم كيم انا جاي لك علشان عاوز خدمه منك، ولو مفيش مانع معاك يا ريت تسلفني شويه فلوس لان الدنيا بايظه معايا يا صاحبي. بيكمل انه اكيد عارف انه
انه بيطلب خدمه كبيره لاننا ما اتقابلناش غير مره واحده، بس لو وافقت فده هيكون كرم كبير منك يا كيم. في الوقت ده كيم بيقول ان مش فكره كويسه انك تساعد اي حد في العالم ده، وخصوصا لو كان الشخص ده غريب، ده حتى اعز الاصدقاء بيطعنوك في ظهرك، ما بالك بالغريب اللي زي ده. المهم ان الواد ده بيفضل يترجى في كيم انه يديله اي مبلغ ولو بسيط، وكيم بيقول من الصعب ان انا اصرف على نفسي في العالم ده، بس بيقول له قوم يا راجل، ما ينفعش تنحني لحد الانحناء ده للضعفاء، وبعدين انت اكبر مني في السن، عيب عليك يعني. وبيقول له خد دول، انا عارف انهم مش كتير لكن ممكن يساعدوك. بعدها بنكتشف ان الراجل ده كان نصاب من البدايه، وكان مستخدم تعويذه علشان يبان انه كبير وفقير. والواد ده بيقول ان كيم طلع مغفل، ده اداني كل انويه المانع علشان فكرني فقير، ولكن الصدمه ان الغزال طلع مشترك في الجريمه دي. وبيقول للواد ان كيم لسه جديد وشكله زبون عسل هنطلع منه بمصالح ملهاش اول ولا اخر. فالواد بيقول له فعلا، ده انا لو كنت قلت له انه طفل مريض كان شويه وهيديني المكافاه كلها. وبيفضلوا يتريقوا ويضحكوا على كيم. والواد ده ما بيكتفيش كده، لا ده كمان بيقول لهم ان كيم واخد مرتب اعلى منهم بكتير، يعني حتى بعد اللي هو عمله ده فلازم ياخد حقه منه، ده ادانا مبلغ صغير ونصيب الخارق المزيف ده وهو خد كل الباقي. فالغزال بيعرفوا ان مفيش حد خارق، وحتى كيم بيمثل عليهم كلهم، وعلشان كده فاحنا لازم نعلمه درس عمره ما هينساه في حياته. فبقى العيال بيسالوه هل عندك اي خطه؟ فبيضحك وبيقول له خطه واحده بس يا جدع، قول 1000 خطه، ده كيم ده حبيبي. بس مش مشكله، احسن خطه حاليا ان احنا نفضحه، لان الغبي ده مفكر نفسه ذكي وبيخفي قوته عننا، وعلشان كده فاحنا لازم نعرف الكل عن قوته. بعدها بنشوف كيم وهو عمال يصرف في الفلوس، وبيروح يقعد في فندق وبيدلع نفسه وبيعمل جلسه تدليك. طبعا ما هو بقى مليونير، واكيد انتوا عارفين لو مات في القصه هيكون بسبب ايه. المهم عمنا كيم بيعرفنا ان الفلوس احسن صديق، وانها بتحل اي مشاكل مهما كانت، وان مفيش احسن من جلسه تدليك في مكان هادئ وجميل زي ده. بس الحلو ما بيكملش، وفجاه عضلاته بترجع تألمه من جديد، وبيقول له ان بقاله 3 ايام مرتاح اخر راحه، فازاي جسده لسه متعب بالشكل ده. وبسبب ده انا لازم ما استخدمش اي قوه خارقه على اعداء تافهين بعد كده، لان تبديل المهارات مش حل مفيد، وده لان تغيير المهارات بيغير كمان شكل وقوه الجسد نفسه، وان كل ما كان قوه التحول اكبر كانت الاثار الجانبيه اقوى واشد. ولكن السؤال هل هقدر اعيش في العالم ده لو ما استخدمتش كل قوتي؟ وفجاه بيقطع تفكيره لما بيلاحظ وجود اشخاص من عصابه القبضه الحديديه، وبيقولوا انهم لسه كالعاده بيحبوا يعملوا مشاكل في كل مكان. وبنكتشف من كيم ان في اركين سيول بيكون للعصابات سلطه ونفوذ اكبر من السلطات الرسميه نفسها، وان ده شيء عادل، ان مع انتشار الوحوش في كل مكان اكيد هيرتفع الطلب على اي شخص عنده قوه خارقه. بس بره عني الموضوع ده دلوقتي، انا ما صدقت ارتحت شويه، ده انا قدرت انجو بحياتي من المهمه الاولى بالعافيه. بعدها كيم بيروح لمحل غريب، والبنت بتساله تحب تشتري ايه يا فندم؟ فكيم بيقول لها انا مش جاي اشتري والله، ده انا اللي جاي ابيع لكم، وبيعرفها ان هو عاوز يبيع لهم نواه المانا. فبيتعرفوا ان هو لو بعد كل الدوشه دي هيبيع نواه مانا من المستوى 0 يبقى يمشي بكرامته احسن علشان هم ما بيشتروهاش. فكيم بيقول لها انا عارف، بس اللي عاوز ابيعه هو ده، وبيطلع لها نواه المانا من المستوى الثاني، وبيقول لها تقدري تتحققي منها براحتك. فالبنت بتتصدم من ندره نواه المانا دي، وبتقول له دي شكلها غاليه فعلا. وبنكتشف ان بطلنا كيم ما كانش مستريح طول ال3 ايام دول، لكنه كان بيحاول يدمج نواه المانا علشان يطورها للمستوى الثاني، وبالفعل شكله كده نجح. البنت بتقول له انا هشتريها منك ب5 مليون ون. وطبعا من غير تفكير كيم بيوافق، وبيسالها انتوا بتبيعوا دروع واسلحه هنا ولا ايه؟ فبتقول له اكيد بنبيعهم، تعالى معايا وانا هوريهم لك. كيم اول لما بيشوفهم بيتفاجئ بسبب وجود كل الاسلحه والدروع من اللي كان موجودين في اللعبه. البنت بتقول له خد وقتك يا فندم واتفرج على كل حاجه قبل ما تفكر تشتري. كيم بيقول لها من غير ما تقول يا حبيبتي، شكل كده هعمل تطوير اسطوري لمعداتي كلها. المشكله ان كيم بيطور وبيشتري عدد كبير من الاسلحه، وبيقول دلوقتي انا حاسس ان فعلا في لعبه اركين سيول. ومره واحده بيشوف بنته قدامه وبيفكرها فتاه ليل، بس بتقول له لو سمحت ممكن تساعدني يا استاذ. كيم بيقول لها لا انا مش محتاج اي حاجه، انا تمام كده والله. فبتقول له انت فهمتني غلط ولا ايه؟ انا مش فتاه ليل. بس بتعرفه انها في رحله عمل، وكل اللي عاوزاه مجرد مساعدته لانه شكله شخص قوي، وبتساله لو يقدر يحميها من عصابه القبضه الحاديه لانها خايفه منهم جدا. فكيم بيقول لها والله انا مش فاضي وورايا مهام كتير، ويا ريت تبعد عني الله يسترك. فالبنت بتعرفه ان هي هتدفع له 50,000 لو رجعها بسلام. وطبعا عمنا كيم اول ما بيشوف الفلوس بيقول في خياله شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم. لو كمان نظرته للموضوع بتتغير خالص، وبيقول 50,000 علشان اوصلها، ومع كل الاسلحه دي احنا في امان تام، دي شكلها هتكون اجمل مهمه ولا ايه؟ وبسبب شخصيته النرجسيه بيقول بس انا طبعا مش رايح علشان الفلوس، لا مستحيل، انا هروح معاه علشان ما ينفعش اسيب بنتي تمشي لوحدها في الشارع. وبيقول لها يلا بينا انا قبلت المهمه، قصدي انا جاي اوصلك. والبنت اللي شكلها عامله مصيبه دي بتكون فرحانه وبتقول له من هنا يا فندم اتفضل. كيم بيقول لها ايه الزقاق اللي انت عايشه فيه ده؟ المكان ده منعزل وخطر جدا، ده اشبه بصحراء ومفيش حد فيها. بيتعرفوا ان هو فعلا زقاق، وكل اللي عليه ان هو يتبعها. والبنت بتجري بسرعه، بس كيم بيجري زي اللهبل وراها وبيقول لها استني شويه، المكان ده غريب وكل شويه الضلمه بتزيد اكتر واكتر.
في نفس اللحظه النظام بيعرفه ان هو حصل على مهاره جديده وهي مهاره العيون الساطعه، بس البنت بتقول له دلوقتي انت شكلك شايف اكيد اكتسبت مهاره جديده، والصدمه انها بتقول له للاسف دي نهايه الرحله، وبترفع عليه المسدس. كيم بيدرك انه اتضحك عليه ووقع في فخ، وبيكتشف كيم حقيقه الغزال اللي بيقول له رايح فين يا واد انت مفكر انك ممكن تمشي بسهوله كده؟ ده انا مبسوط اني شفتك. فكيم بيقول له انا عارف ان انا غلطان، بس انت بتعمل كده ليه؟ واول ما الغزال بيبدا يرغي عمنا كيم بيقول له انا لسه هسمعك، اوعى يا عم انت، وبيفتح سبرنت اسرع من امبابه حرفيا، ومن قوه سرعته اي حد بيخبط فيه كان بيقع على الارض. الغزال بيقول لهم الحقوا الجبان ده، امسكوه بسرعه. في اللحظه دي البنت بتبدا تضرب عليه بالرصاص، لكن الغزال بيزعلها وبيقول لها غبيه كان المفروض تستهدفي رجله، بس على اي حال ده افضل بكتير من انه يهرب مننا، ولكنه في الغالب كده بسبب ضربتك بالرصاص ليه هيكون مات، لكنه كان شخص خارق، وحتى لو كان جثه اكيد هيكون مفيد برضه، بس الافضل اننا نسلمه المقر ونقول ده حادث عمل وناخد تعويض كبيره جدا عليه. فبيقول له صح فعلا، واكيد معاه فلوس وممتلكات، يلا بينا ناخدها. الغزال بيفهمهم انهم يقدروا ياخدوا اي حاجه حتى هدومه اللي لابسها، والصدمه انهم لما بيبصوا عليه ما بيلاقوش الجثه في مكانها، والكل بيقف مدهوش ان الجثه اختفت من مكانها بسرعه رهيبه. في اللحظه دي بيلاقوا اللمبات كلها بتتكسر، وفجاه واحد من العصابه بيتضرب وبيقع على الارض جنبهم. فالغزال بيقول ده مستحيل انه يكون لسه عايش، ولكن المفاجاه ان عمنا كيم بيقول له اكيد طبعا لسه عايش يا غبي، انت مفكر ان ممكن اموت على ايد مجموعه من المغفلين اللي زيكم؟ الغزال بيساله ازاي انت لسه عايش، انت طلعت شخص خارق فعلا ولا ايه؟ كيم بيعرفوا ان هو ما استخدمش قوته اصلا لحد دلوقتي، وده لانه لما كان في المحل اشترى دروع واقيه من الرصاص، وعلشان كده كل اللي الرصاص عملته انها سببت جرح سطحي مش اكتر. لو كمان النظام اعطاني مهاره التظاهر بالموت ومهاره العيون السطحه، فدلوقتي انا بس اللي شايف وانتوا لا، فجهزوا نفسكم للموت البطيء، او حرفيا كده اني ارى رؤوسا قد اينعت وحان وقت قطافها. الكل بيكون مرعوب، والغزال بيقول انت فين يا جبان اظهر لي، بس كيم بيقول له ما انا هو يا عم، انت مش شايفني ولا ايه؟ وزي ما انا انقذت حياتك قبل كده هاخدها منك دلوقتي، وبيديله لكمه بالطياره بعيد. في اللحظه دي الغزال بيتعصب وبيقوم يهجم عليه، لكن كيم بيقول له المفروض تشكرني ان انقذت حياتك مش تهاجمني، وبيضربه مره ثانيه وبيعلمه الادب وبيفهمه انه المفروض تشكر اللي انقذك مش تحاول انك تقتله. بس قبل ما يخلص عليه البنت بتتدخل وبتضرب كيم برصاصه ثانيه، وبتقول له سيب الغزال وامشي من هنا بدل ما اذيك، انا كنت غلطانه، ده في المدينه والغابات مش الوحوش او المتحولين هم اللي خطر، بالعكس دول الناس اللي فيها. كيم بيقول لا فعلا، وانا كنت غلطان برضه لما وثقت بالبشر اللي زيكم، بس مش هكرر الغلطه مرتين. وعلى طول بيطلع مسدسه وبيضربها رصاصه وزميله في الفريق بالرصاصه الثانيه، وبيقول لهم بس خلاص كده كفايه، خدت حقي، صح انا لازم اقتل الغزال علشان اطمن اني في امان. لكن الصدمه ان الغزال بيستغل الوقت ده وبيتحول لمحارب وبيضرب كيم. كيم بيلاحظ ان الغزال رجليه اتحولت لغزال حقيقي، والغزال بيقول له انا استغليت الوقت زيك واتحولت، بعد كده بقى يا حبيبي بقى خد بالك وركز في المعركه. كيم بيقول في نفسه ده قدر انه يوصل لقوته الخارقه وتحول، انا نفسي اعرف مين المجنون اللي اخترع اللعبه دي. لكن على طول كيم بيحاول يعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، فالنظام بيقول له ان اي شخصيه قابله للعب قادره انها تتحول لمحارب من المستوى الاول، وبيقول له وفقا لعالم اركين سيول الغامض فاي محارب من المستوى الاول يقدر يهزم اي شخص عادي حتى لو كان عنده 100 بندقيه وبسهوله جدا. فكيم بيقول له حبيبي تسلم والله، يا ريتك ما كنت عرفتني يا جدع، معنى كده اني محتاج اتعامل معاه بطريقتي المجنونه. في نفس اللحظه كيم بيتفاجئ انه اختفى مره واحده، فالنظام بيعرف كيم ان من صفات الغزلان الرشاقه، وانهم يقدروا يتحركوا في اي مكان بسرعه جباره وبيركلوا بقوه. بس فجاه كيم بيسمع صوته وبيلاحظ وبيتفاجئ ان الغزال بيحاول يغفله وبيهجم عليه من فوق سطح المبنى، ولحسن الحظ ان كيم بيتفادى الهجوم في اخر ثانيه. بس الغزال بيقول له قدرت تتفادى هجمتي اللي فاتت، ولكنك مش هتقدر تتفادى الهجمه دي. ولما الغزال بيهجم على كيم بيتصدى لهجمته وبيقول له انا اسف، انا ما كانش قصدي ان اتفاداها. كيم بيقول في نفسه انه كان معاه حق لما اشترى العصايه الممتده، وعلى الرغم من ان المحل كان مليان بالاسلحه الفتاكه، ولكن بعد تفكيره الطويل قرر انه يشتري العصايه دي، وده لان المحارب كيم هو شخصيه محارب في اللعبه، ومهما كان اقوى لازم يكون معاه اسلحه من فئه المحاربين، مهما كانت الاسلحه دي ضعيفه مقارنه باسلحه الفئات التانيه، وبما انها في ايد محارب اكيد هتكون اقوى بكتير من مجرد عصايه. وبالتاكيد علشان اقدر اهزم الغزال القوي والسريع ده محتاج سلاح قوي لفئه المحارب يستخدم للمسافات القريبه. المهم بيبدا كيم في الهجوم على الغزال وبيضربه بكل قوته، ولحسن الحظ النظام بيمنح لكيم مهاره الضرب، وكيم بيقول هو ده الكلام، دي المهارات اللي تنفع لمحارب بصحيح مش المهارات التانيه. وبيبدا يهاجم الغزال وبيضرب فيه بسرعه جدا وما بيديهوش ولا فرصه علشان يتحرك، لكن الغزال في اللحظه دي بيبدا يهجم بكل قوته هو كمان، وكيم بيقدر يتفادى هجومه بصعوبه كبيره جدا، بس بيقرر ان هو يصمد للنهايه لانه وصل لنقطه ضعف الغزال. وعلى طول كيم بيستغل هجومه وبيضربه بالعصايه في رجليه علشان يشل حركته، ولكن طبعا كيم ما بيكتفيش بكده وبيبدا يضرب فيه بكل جنون. وكمان في نفس الوقت النظام بيساعده وبيقول له انه اكتسب قوه جديده وهي مهاره الضربات المتكرره، وكيم بيقول ان دي افضل مهاره في المراحل الاولى، وشكل نهايتك حانت يا عم الغزال دلوقتي. وعلى طول بيستخدم المهاره وبيبدا يضرب فيها الغزال بقوته المتفجره
المهارة والخارقة. في اللحظة الغزال بيترجاه وبيقول له وقف ضرب يا عم كيم. كيم بيقول له وقف ايه، انا خلاص خلصت فعلا، وبيسدد له الضربة القاضية. بيقع الغزال على الارض وكيم بيقول اخيرا قدرت اتغلب على الغزالة وقدرت اهزم محارب من المستوى الاول. لكن الصدمة ان بيلاحظ ان جسده ملتهب وكأنه شعلة من النار، وكيم ما بيكونش عارف ايه هو الشعور ده، وبيبدأ يحس بألم شديد بكل جسمه، لكنه بيحس بشيء تاني بيتدفق جواه. كيم بيقول ان ده مش شيء طبيعي، ده ممكن يكون تحول جديد. وفجأة النظام بيعرفه انه اصبح المحارب كيم الخارق من المستوى الاول. كيم بيقول منك لعبة، في اليوم اللي عرفت فيه حقيقة العالم القاسي بتاعك اصبحت محارب اسطوري. يا ترى بقى زعيم النقابة والحكومة هيكون ايه رد فعلهم من اللي كيم عمله ده؟ وهل كيم هيقدر يطور من نفسه وينجو بحياته وسط الاحداث دي كلها؟ ده اللي عاوزك تخمنه وتنزل تكتبه في الكومنتات. وملحوظة احنا بكده وصلنا لاخر فصول نزلت من المنهوة دي، فيا ريت بقى تدعمنا بلايك كده وتشترك في القناة علشان ابقى انزل الفصول التانية لما تنزل، وما تنساش تقول لي رايك برضو مع ان عارف ان انا جامد كده كده. ويلا سلام.